المقصود الآن أنني يا جماعة أخذت رأس والله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفاصيل وفاة الفنان الراحل محمود ياسين اليوم. رحل عن عالمنا في الساعة الأولى من صباح اليوم الأربعاء الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عام بعد صراع مع المرض الذي أبعده عن الحياة الفنية طول 7 سنوات ماضية. وشهدت الفترة الأخيرة انتشار شائعات وفاته بشكل متتالي، ودائما ما كانت تتصدى بقوة لهذه الشائعات إلى أن فارق الحياة. بدأت رحلة محمود ياسين مع المرض في عام 2014 عندما كان متعاقد على مسلسل صاحب السعادة لتقديم مع الزعيم عادل إمام، ولكن بشكل مفاجئ غادر محمود ياسين العمل بعد إجراء بروفات. في تلك الوقت أثارت أنباء من داخل أن السبب وراء مغادرة محمود ياسين العمل هو معاناته مع مرض الزهايمر وعدم قدرته على حفظ النص الخاص بالعمل. على مدى السنوات الأخيرة لم يعد ياسين قادرا على العمل، وفي نفس الوقت لم تهجم أسرته عن طبيعة المرض الذي يعاني منه. وفي شهر أغسطس الماضي خرجت الفنانة شهيرة زوجة محمود ياسين لتكشف تطورات الحالة الصحية لزوجها، حيث أكدت أن حالته مستقرة إلى حد ما. أكدت الفنانة شهيرة أنها منعت زيارة المنزل بسبب فيروس كورونا، وذلك لمدة 5 أشهر، موضحة أنه رفض دخول عمرو إلى المنزل. الفنانة نادية لطفي كانت تسأل على محمود ياسين باستمرار، وكذلك فاروق الفيشاوي. اليوم رحل عن عالمنا في الساعة الأولى من صباح اليوم الأربعاء الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عام بعد صراع مع المرض الذي أبعده عن الحياة الفنية طول 7 سنوات ماضية. وشهدت الفترة الأخيرة انتشار شائعات وفاته بشكل متتالي، ودائما ما كانت تتصدى بقوة لهذه الشائعات إلى أن فارق الحياة. بدأت رحلة محمود ياسين مع المرض في عام 2014 عندما كان متعاقد على مسلسل صاحب السعادة لتقديم مع الزعيم عادل إمام، ولكن بشكل مفاجئ غادر محمود ياسين العمل بعد إجراء بروفات. في تلك الوقت أثارت أنباء من داخل أن السبب وراء مغادرة محمود ياسين العمل هو معاناته مع مرض الزهايمر وعدم قدرته على حفظ النص الخاص بالعمل. على مدى السنوات الأخيرة لم يعد ياسين قادرا على العمل، وفي نفس الوقت لم تهجم أسرته عن طبيعة المرض الذي يعاني منه. وفي شهر أغسطس الماضي خرجت الفنانة شهيرة زوجة محمود ياسين لتكشف تطورات الحالة الصحية لزوجها، حيث أكدت أن حالته مستقرة إلى حد ما. أكدت الفنانة شهيرة أنها منعت زيارة المنزل بسبب فيروس كورونا، وذلك لمدة 5 أشهر، موضحة أنه رفض دخول عمرو إلى المنزل.